دولي. في كل علاقات الرياض التاريخية مع طهران لم يكن هناك ضامن دولي. هذه المرة هناك ضامن دولي، ضامن مهم للطرفين، مهم للرياض بسبب العلاقة مع بكين والعلاقة السياسية. السلام عليكم، تحية طيبة. قبل الفيديو أدعوكم للصلاة على النبي. فيديو اليوم من قناة الشرق السعودية تستضيف محللين، ومحلل سعودي صراحة كان في القمة يتحدث عن العلاقات السعودية الإيرانية وكيف أثرت في الأحداث الأخيرة. يذكر أن أحداث الشرق الأوسط في الستة أشهر إلى 7 أشهر الأخيرة كانت هي التي تتصدر المشهد العالمي من تغطية إعلامية، سواء في القطاع سواء في الشهر الماضي من هجوم الكيان على دمشق وضرب السفارة الإيرانية، وكذلك ردة فعل إيران التي من يقول أنها كانت قوية وعملت عملتها، ومن يقول أنها كانت ضعيفة وكانت متحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الضربة. ولكن السعودية حسب الخبراء وحسب التسريبات التي تحدث كانت هي المفاوض الرئيسي لإيران في المنطقة، وكانت تنقل الرسائل سواء من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران، وإيران تخبر المملكة العربية السعودية بجميع التطورات، وكانت لديها السعودية المعلومة قبل ضرب الكيان، وكانت كل شيء يصل المملكة العربية السعودية حسب تسريبات الصحافة العالمية. قوة المملكة العربية السعودية هي التي جعلت العالم يحتاجها. إلى الفيديو ضع علامة لايك ونشاهد. والاقتصادية مع بكين، وأيضا مهم لطهران لأن هناك علاقة سياسية واقتصادية مهمة مع بكين. فدخول العامل الصيني أعتقد سيغير المرحلة وسنكون في مرحلة أفضل من السابق. وطهران الآن لو تعود لممارساتها السابقة في المنطقة بشكل عام لا تصطدم مع الرياض أو الخليج، هي تصطدم أيضا مع بكين وموسكو اللي هم داعمين مهمين لطهران في مجلس الأمن. فنحن الآن في مشهد جديد، لذلك في تفاؤل بهذه العلاقة. رأينا خلال ال 14 شهر الماضية هناك تطور. أيضا رأينا أنه إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني أول زيارة للسعودية كانت بالقمة العربية الإسلامية، وهذا مؤشر بلا شك إيجابي. ورأينا الحفاوة التي استقبل بها الأمير محمد بن سلمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. فنحن الآن في مرحلة جديدة تختلف عما سبق خلال ال 45 عام الماضية. نقطة هامة تحدثت عنها بأنه العلاقة بين الرياض وطهران في هذه المرحلة غير مرهونة بالجانب الأمريكي، ونعلم بأنه في هذا التوقيت بالتحديد هناك ضغط أوروبي عاد من جديد، ضغط أمريكي عاد من جديد بشكل واضح على الجانب الإيراني في أعقاب التصعيد بين إسرائيل وإيران. هذا ما أسأل عنه ضيفي من طهران دكتور أحمد مهدي، مرحبا بك. إلى أي حد عودة رحلات العمرة لأول مرة منذ 9 سنوات في هذا التوقيت يدعم إيران، يدعم العلاقة الخليجية أو تحديد السعودية الإيرانية في ظل ضغوط غربية أمريكية على طهران؟ في البداية أوجه التحية لك وللضيفين الكريمين وللزملاء ومشاهدي قناتكم. في الواقع هذا سؤال يعني جيد ومهم، أنه كيف تؤثر العلاقات الشعبية ما بين البلدين على العلاقات الدبلوماسية والسياسية. في الواقع هذا المفهوم الجديد الذي يعد ويشكل ضمن القاسم التاريخي والديني والجيرة وكل هذه القواسم المشتركة التي تربط البلدين، في الواقع تترك تأثيرات إيجابية، لا سيما وأن البلدين في الواقع يمتلكان المناطق أو المدن المقدسة. بالنسبة للسعودية تحتضن الحرمين الشريفين، وبالنسبة لإيران هناك مدن مقدسة عند المسلمين الشيعة الذين يتركزون في المحافظة أو المناطق الشرقية. هذه الأمور في الواقع تشكل عصبا أو تشكل أساسا للدبلوماسية الشعبية التي في الواقع تعزز وشائج وروابط الأخوة ما بين مواطني البلدين، ومن ثم هذا يترك تأثيرا إيجابيا أيضا على الساسة وعلى قادة البلدين في الإسراء
من أجل تمتين الأواصر وتعزيزها بما يسهم في خدمة الشعبين. هذه النقطة الأولى. أما النقطة الثانية، في الواقع لا ينبغي الاكتفاء بتبادل الزيارات أو زيارة العمرة. طبعا السعودية مشكورة فتحت هذا المجال بالنسبة للمواطنين الإيرانيين والزوار الإيرانيين الذين في الواقع كانوا قد حرموا على مدى السنوات السابقة بسبب الخلافات السياسية، والتي كانت للقوى الكبرى كالولايات المتحدة والغربية بشكل عام تأثيرات على المنطقة. ولكن التوازنات الجديدة والمعادلات الردعية الجديدة التي صنعتها كل من طهران والرياض لا شك أنها تركت تأثيرات إيجابية في قيادة البلدين نحو اتفاق جديد ونحو التوقيع على توافقات جديدة على مختلف المستويات، وإعادة الاتفاقية الأمنية وكذلك الاتفاقات التجارية ما بينهما التي وقعت سواء عام 2001 و2003. هذه الأمور في الواقع ستعزز يعني رغبة كل من البلدين اللذين نستطيع أن نقول أنهما في الواقع يشكلان مركزي ثقل في العالم الإسلامي. الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما لديها من رصيد لدى مختلف الطوائف الإسلامية، لا سيما طائفة الشيعة، وكذلك المملكة العربية السعودية التي لها رصيد وثقل كبير لدى المذاهب الإسلامية، لا سيما المذاهب السنية. هذين البلدين في الواقع يشكلان جناحين للعالم الإسلامي، وباقي الدول الإسلامية والعربية تنظر إليهما، وحينما تتعزز علاقات الأخوة بينهما يساهم ذلك أيضا في تعزيز العلاقات ما بين السعودية والبلدان الأخرى، وكذلك ما بين إيران والبلدان الأخرى. لو وسعنا النقاش أكثر من يعني تحدثنا عن الجانب السياحة الدينية إن صح التعبير، أو الحج أو العمرة، لأسأل ضيفي من دبي سيد خلفان. مرحبا بك. ديسمبر الماضي إيران قررت إعفاء مواطني 32 دولة من تأشيرة الدخول بما فيهم مواطني من بينها السعودية، مواطني السعودية كذلك. الحديث عن يعني حركة سياحية دينية وغير دينية بين إيران ودول المنطقة وإيران والسعودية على الجانب الاقتصادي يفتح أي مجال لتعزيز هذه العلاقات، المزيد من حركة الطيران، الحركة البرية، حتى إلى أين تتجه العلاقة بهذا الصدد؟ مساء الخير جميعا، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا جزيلا لقناة بلومبيرج الشرق، وأيضا أرحب بضيوف من المملكة العربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. أما بالنسبة لسؤالك، طبعا بالإضافة إلى السياحة الدينية، معروف أنه المملكة العربية السعودية متجهة إلى السياحة في كل محافظات المملكة، ولا تقتصر السياحة الدينية. لذلك هي تريد أن تستفيد اقتصاديا من أي فرصة متاحة، سواء كانت مع جمهورية إيران الإسلامية أو غيرها من الدول. طبعا بالنسبة للفوائد الأخرى، بالإضافة إلى السياحة الدينية التي لا أحد ينكرها، لأنه المعتمرين الإيرانيين سوف يكونوا على مدار العام، عكس السابق مسموح لهم في موسم الحج فقط. أما بالنسبة للفوائد الأخرى، طبعا نحن نتكلم عن زيادة التبادل التجاري. معروف أنه من عام 2015 هناك قطيعة. نحن نتحدث أيضا عن فتح آفاق استثمار جديدة، خاصة للمزايا النسبية الموجودة في إيران، والاستفادة من صناديق السيادية التابعة للمملكة العربية السعودية. أيضا نحن نتحدث عن سلاسل الإمداد وضمان وصولها بأقل تكلفة. مضيق هرمز سوف يكون آمن، باب المندب سوف يكون آمن. أيضا نحن نتحدث عن قناة السويس التي أيضا هي مهددة في أي وقت سوف تكون آمنة. نحن نتحدث أيضا عن السياحة بين البلدين، ليس فقط السعودية سوف تستفيد، ولكن أيضا إيران سوف تستفيد من يعني الحركة السهلة وأيضا
زيادة الرحلات الجوية بين المملكة وإيران. أيضا لا ننسى أن نتحدث عن الموارد البشرية. هناك أيضا خبرات موجودة في إيران، ممكن دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية أن تستفيد منها. نحن نتحدث، يعني أنا ممكن أختصر هذا الموضوع. إذا رأيت أنه التبادل التجاري بين إيران ومثلا على سبيل المثال دولة الإمارات العربية المتحدة، إذا تحدثنا عن السعودية فنحن نتحدث عن أرقام مضاعفة، لأنه الكثافة السكانية بين البلدين سواء كانت في المملكة أو إيران هي أعداد كثيفة، وأنا متأكد أنه هما لاعبين أساسيين ليس فقط في السياسة وإنما أيضا في الاقتصاد. طيب ابقوا معي ضيوفي الكرام، استعرض هذا الخبر سريعا ثم اعود لمواصله النقاش. وصف السفير الايراني لدى الرياض علي رضا عنايه خطوه عوده المعتمرين الايرانيين لاول مره اليوم بانها، او بالامس طبعا، بين الامس واليوم ترسم صوره جديده للعلاقه بين البلدين. السفير نشر على حسابه على منصه اكس المنشور الذي يقول ان هذه الصفحه هي صفحه اخرى مشرقه بين ايران والمملكه فتحت اليوم، ورحب بعوده المعتمرين التي قال انها ستستمر رحلاتهم خلال الأيام القادمة من طهران وغيرها من كبرى المدن الإيرانية. أعود لأستأنف النقاش، أسأل سيد منيف من الرياض بتصريحات للسفير الإيراني أيضا لدى السعودية، تصريحات خاصة لنا في الشرق، يتحدث ويتوقع أن تفوق أرقام المعتمرين الإيرانيين حاجز 700 ألف معتمر في السنة. كيف تنظر إلى هذه الأرقام على الجانب الاقتصادي؟ نعلم بأنه هناك استراتيجية سعودية لرؤية 2030 زيادة أعداد السياح في السعودية، معتمرين أو سياحة لأسباب مختلفة ويعني ترفيهية أو ثقافية أو ما إلى ذلك. على الجانب الآخر توطيد العلاقة أكثر مع جيران المملكة. السعودية كان الهدف المستهدف من السياح أن يصلوا إلى 100 مليون سائح، ويبدو أن السعودية وصلت لهذا الرقم، والآن تم تعديل بحيث يكون المتوقع 150 مليون سائح سنويا. بلا شك أنه المعتمرين يلعبون دور رئيسي في هذا الأمر. وصول المتوقع 700 ألف معتمر إيراني يشكل بلا شك أنه يقارب 10 أضعاف الحجاج الإيرانيين، وهذا رقم جيد بلا شك، وأنه يساهم أيضا بتوطيد العلاقة. أيضا السعودية فاتحة جميع منافذها للسياحة لجميع الدول. إيران أيضا أخذت خطوة إيجابية بإعفاء مواطني مجلس التعاون وعدة من الدول من الفيزا، ومن ضمنهم أيضا السعودية، وهذا يسهل بلا شك التعاون بين الاثنين. لكن سحر خلينا نروح إلى نقطة أبعد في هذا الأمر، وهو أنه الاثنين هم أعضاء في الأوبك، وهناك أيضا السعودية هي الدولة المنتجة الأولى وإيران المنتجة الثالثة. أيضا إيران لديها احتياطي من الغاز يتجاوز 34 تريليون متر مكعب، وهي الدولة الثانية. وزير المالية السعودي العام الماضي صرح أنه بالإمكان الاستثمار في إيران. هناك قطاعات واعدة ومهمة في إيران: قطاع النفط، قطاع الغاز، قطاع البتروكيميكال، أيضا قطاع الزراعة. بالإمكان أيضا إنشاء شركات جوين فينتشر، شركات مساهمة بين الطرفين، وأيضا بالإمكان إدخال أطراف أخرى مثل الصين في هذه الشراكات، خاصة أن الصين موقع اتفاقية مع إيران لمدة 25 عام بتقريبا 400 مليار دولار. فبالتالي هناك فرص واعدة. أيضا الاقتصاد الإيراني الآن هناك سؤال مهم: لماذا لم ينهار الاقتصاد الإيراني رغم كل العقوبات؟ الجواب لدى الاقتصاديين هو لأن القطاع الصناعي الغير نفطي الإيراني متماسك ويشكل 32% من الناتج المحلي الإيراني، وهو ضعف الإنتاج من النفط والغاز. فبالتالي هناك فرص عديدة للجانبين. أيضا فرص لدى الإيرانيين أن يستثمروا في السعودية في ظل رؤية المملكة 2030. فبالتالي الفرص ممكنة والفرص واعدة، وبالإمكان تطويرها بشكل أكبر. بلا شك الحج والعمرة عامل مهم، ولكن أنا أعتقد أنه المساحات، خاصة أنه في اتفاق بجين في 10 مارس
تم الإشارة إلى العودة على الاتفاقية التجارية الاقتصادية الاستثمارية التي وقعت عام 98، وهذا دليل أنه يتم البناء عليها من جديد. أرى أنه العديد من الفرص ستكون واعدة، ولا أستبعد إنشاء شركات مساهمة سعودية إيرانية، وقد تكون سعودية إيرانية صينية في المستقبل. طيب ضيوف الكرام، ما زلنا النقاش مع حضراتكم جميعا فيما يتعلق مستقبل العلاقة على الجانب الاقتصادي، كذلك التقارب السياسي، أين ممكن أن ينعكس وأين هي ملفات الخلاف أو التقارب في هذه المرحلة. هذا ما نطرحه، ولكن بعد هذا الفاصل الأول في الرابط ابقوا معنا. شهدت العلاقات بين السعودية وإيران تطورا ملحوظا خلال الأشهر الماضية عقب مصالحة تاريخية لاقت ترحيبا دوليا واسعا جرت في مارس عام 2023 بين البلدين، وأنهت سنوات من القطيعة والخلاف. مراحل تطور العلاقات الثنائية منذ ذلك الوقت نتابعها في هذا التقرير. في مارس عام 2023 ضجت مواقع الأخبار معلنة تحولا تاريخيا في العلاقات بين السعودية وإيران بوساطة صينية، فبين الرياض وطهران ذاب الجليد وعاد دفء العلاقات، واستأنف البلدان نشاطهما الدبلوماسي بعد قطيعة دامت 7 سنوات. واستكمالا لجسر العلاقات الذي بدأ بناؤه منذ إعلان اتفاق بكين، أعادت إيران فتح سفارتها في السعودية مطلع يونيو الماضي، ولأول مرة منذ عودة العلاقات زار وزير الخارجية السعودي طهران والتقى بنظيره الإيراني في يونيو الماضي، وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها بحث سبل تطور العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. وفي أغسطس عام 2023 استأنفت سفارة السعودية نشاطها مرة أخرى في طهران، كما زار وزير الخارجية الإيراني الرياض في تطور جديد على طريق إصلاح العلاقات. وعقب مرور 5 أشهر على اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وصل سفير السعودية وإيران إلى طهران والرياض لمباشرة عملهما. وفي ديسمبر جرت أعمال الاجتماع الأول للجنة الثلاثية المشتركة السعودية الصينية الإيرانية لمتابعة اتفاق بكين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وفي أبريل عام 2024 ولأول مرة منذ 9 سنوات توجه معتمرون إيرانيون إلى السعودية لأداء مناسك العمرة، كما صادقت المملكة على تسمية قنصل عام سعودي في مدينة مشهد الإيرانية. أعود لاستئناف النقاش لأسأل ضيفي من طهران دكتور أحمد مهدي. الآن هناك تجديد للعقوبات الأمريكية الأوروبية البريطانية على الجانب الإيراني في أعقاب كما ذكرنا منذ قليل التوتر بين إسرائيل وإيران. أنا سؤالي، هل تهدد هذه العقوبات من جديد أفق العلاقة الإيرانية السعودية أو الإيرانية الخليجية في هذه المرحلة؟ نعم، هذا سؤال مهم ويعني يكتسب في الواقع المركزية في هذا السياق. ينبغي أن نقول أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الواقع خبرت مسائل العقوبات والحظر الاقتصادي عليها، واكتسبت تجارب كثيرة في كيفية الالتفاف على هذه العقوبات وهذا الحظر، رغم أنه في الواقع بلغ الذروة سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والشركات الأوروبية، وأخيرا بعض البلدان الأوروبية اتخذت نفس المنهج والمسار الأمريكي بسبب قضية غزة والعلاقة التطورات الأخيرة مع الكيان الإسرائيلي. هذا أولا. الأمر الثاني، الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انضمامها إلى عدة منظمات إقليمية ودولية كبريكس وكمنظمة شانغهاي للتعاون، في الواقع هذا الانضمام وبعضوية كاملة يخفف من وطأة الحظر الأمريكي والغربي. ونحن نعرف جيدا أن العالم متجه إلى يعني تعددية الأقطاب، وانتهت نظرية القطب الأحادي أو الأحادية القطبية التي كانت تروج لها الولايات المتحدة وتسعى لفرض هيمنتها الاقتصادية على بلدان العالم. هذه نقطة ثانية أيضا مهمة. النقطة الثالثة، وفي الواقع
ترتبط بالعلاقة مع المملكة العربية السعودية والبلدان الخليجية بشكل عام. هذه البلدان أيضا اتخذت سياسات متزنة ومتوازنة بشأن علاقاتها مع الشرق والغرب، وتوجهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تصب في هذا السياق، حيث رضي البلدان بأن تكون الصين راعية للاتفاقية بينهما، وكما أشار الضيف الصين وروسيا ربما يشكلان ضامنا لهذه العلاقات. هذا يعني شيء جديد سواء على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم. وهناك توقعات بأن يعني في الواقع انكماش الاقتصاد الأمريكي والغربي وصعود الاقتصاد الصيني والروسي والبلدان الشرقية، في الواقع هذا سيترك تأثيرات إيجابية وسيحرر بلدان المنطقة لا سيما المملكة العربية السعودية والبلدان الخليجية من تأثيرات وضغوطات الاقتصاديات الغربية والأوروبية بشكل عام، وهذا ما سيترك تأثيرات إيجابية على العلاقات مع الجمهورية الإسلامية. وهناك في الواقع أيضا توجهات مستقلة في داخل هذه البلدان من قبيل تأسيس شركات مستقلة وصناديق استثمارية مشتركة فيما بينها، وتأسيس بنوك ومصارف مشتركة. هذه كلها ستساهم في الواقع يعني بنمو الروابط والعلاقات التجارية والاقتصادية ما بين إيران والسعودية والبلدان الخليجية. سأتحدث عن العلاقات الاقتصادية. قبل أن أذهب للخبر الاقتصادي أسأل ضيفي من الرياض سيد منيف، ماذا عن التحديات في العلاقة بين البلدين في الفترة المقبلة في ضوء الوضع الأكبر، الصورة الأكبر، توترات جيوسياسية في المنطقة، حرب مستمرة في قطاع غزة، توترات بين الحين والآخر فيما يتعلق بالبحر الأحمر، في المياه الدولية في الخليج. ما هو التوتر الذي من الممكن أن يعكر صفو العلاقة الإيرانية السعودية؟ الرياض وأصبغت المنطقة إلى حد كبير في الحياد الإيجابي. ماذا يعني الحياد الإيجابي؟ يعني العلاقة مع الغرب مهمة، مع واشنطن ولندن وباريس وبروكسل، ولكن العلاقة مع موسكو وبكين ونيودلهي في نفس الوقت ضرورية واستراتيجية. ظهر الحياد الإيجابي في الأزمة الروسية الأوكرانية وكان الموقف مهم. الرياض لن تعود إلى سياسة المحاور أو الاصطفافات أو التخندق لمجابهة الخندق الآخر. هذا الحياد الإيجابي بلا شك أنه على المستوى الدولي أصبح مرحب به، بدليل أنه هناك رغبة بوساطة سعودية بين موسكو وكييف، ورأينا الاتصالات العديدة اللي أجراها بوتين وزيلينسكي مع الأمير محمد بن سلمان. أيضا على المستوى الإقليمي الحياد الإيجابي رأينا في موضوع اللي حدث في البحر الأحمر، كان موقف الرياض واضح وهو الحياد وأنه عدم التصعيد في المنطقة. أيضا وهذا نقطة مهمة، أن الرياض أدانت الاعتداء على القنصلية الإيرانية في سوريا في 1 أبريل، وأيضا في التصعيد اللي بين طهران وتل أبيب طالبت بخفض التصعيد وطالبت بإخراج المنطقة من منطقة الحروب، وأيضا طالبت مجلس الأمن بلعب دوره المهم وهو الحفظ على الأمن والسلم الدولي. فبالتالي الحياد الإيجابي أعتقد أنه مكن الرياض من التعامل مع القوى الإقليمية والقوى الدولية بشكل يخفض التصعيد وأيضا يعمق العلاقة. وبالتالي أعتقد أنه لا يوجد، احنا رأينا العديد بلا شك أنه التوتر بين طهران وتل أبيب كان الأوج لأنه صارت حرب مباشرة وتصعيد مباشر، وهو لم نعرفه من 45 عام بين طهران وتل أبيب. مع ذلك عاد الأمر إلى خفض التصعيد. بالتالي المنطقة الآن الحياد الإيجابي، دور الرياض إيجابي، بدليل أنه واشنطن طلبت من الرياض لعب دور مع طهران في خفض التصعيد ونقل الرسائل الإيجابية. هذا الدور اللي تقوم به الرياض الحياد الإيجابي أعتقد سينعكس مهم على المنطقة وعلى المجتمع الدولي. واعتقد انه في 3 دول سحر في المجتمع الدولي بدأت تلعب دور الحياد الإيجابي، السعودية والهند والبرازيل، وهو مهم لتحولات القوى والنظام العالمي الجديد.
طيب هذه نقطة هامة، شكرا لك. نعود لاستئناف النقاش. أسألك بعد قليل سيد خلفان، بعدما أستعرض هذا الخبر سريعا، أشار سفير طهران لدى الرياض إلى أن وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني إحسان خاندوري إذن سيزور السعودية الأسبوع المقبل من أجل المشاركة في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية. وسبق لوزير المالية السعودي محمد الجدعان أن نوه ماي الماضي 2023 على حسابه على منصة إكس بلقائه أيضا بوزير الاقتصاد الإيراني على هامش اجتماعات البنك الإسلامي السنوية لعام 2023 في مدينة جدة. أعود لاستكمال النقاش. سيد خلفان، نعلم بأن السعودية وإيران من كبار مساهمي البنك الإسلامي للتنمية الذي يضم في عضويته 57 دولة، وبالتالي أهمية التنسيق الإيراني السعودي تحت مظلة البنك الإسلامي عن أي مشاريع يعني سيتم التركيز في المرحلة المقبلة لخدمة مشاريع واقتصاد البلدين والمنطقة كذلك. شكرا على طرحك هذا السؤال. هو الجسر المناسب والأقوى في المنطقة هي السعودية، بحيث أن تطبيع أو عودة العلاقات السياسية بين المملكة العربية السعودية وإيران، هذا يعطيها أفضلية أنها تعود إلى كل المنظمات الدولية ومن ضمنهم البنك الإسلامي للتنمية. أكيد إيران هي المستفيدة الأكبر في الموضوع، لأنه أولا أيضا ستتمكن من الاستفادة من الصناديق السيادية، لأن الصناديق السيادية الصندوق السعودي يرى أن هناك فرص كبيرة ولديه أيضا موازنة كبيرة. رأينا أن تم تخصيص جزء منها لبعض الدول مثل جمهورية مصر العربية والأردن وسلطنة عمان والمغرب وغيرها من الدول. لذلك أنا أرى أنه القرب الجغرافي وأيضا الفرص المتاحة في إيران، خاصة أنها هي مقطوعة عن كثير من الدول أو العالم، خلينا نقول، يعطيها أولوية للفرص الاستثمارية. والمملكة العربية السعودية ممكن أن تلعب دور أساسي في الاستثمار في الاقتصاد الإيراني، والمحافظة أيضا على سعر العملة نوعا ما. أيضا لا ننسى أن القطاع الخاص السعودي المستقل، لا أتحدث عن صناديق سيادية، يبحثون عن الفرص الاستثمارية، وأكيد سوف يستفيدون استفادة كبرى، بالإضافة إلى أيضا المستثمرين الإيرانيين الذين يبحثون عن أقرب الفرص. وأكيد السوق السعودي سوق كبير، خاصة أنه يتجه إلى الانفتاح، وأيضا هناك مشاريع استثمارية كبيرة. وأنا متأكد أنه لا يغيب في حال عودة العلاقات الاقتصادية، لا يغيب عن المستثمر الإيراني أنه يستثمر في السعودية. ضيوفي الكرام، أشكركم على النقاش. نستمر بعد الفاصل، إذا نناقش ما تبقى لدينا من محاور مهمة فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الجانب السعودي والجانب يعني الإيراني في ظل هذه المتغيرات والتصعيد في المنطقة بعد قليل. نعود لاستئناف هذا النقاش ونتساءل إلى أين وصلت المفاوضات فيما يتعلق بمستقبل الملف النووي الإيراني. المفاوضات متوقفة طبعا، ولكن متى سيتم تحريك هذه المفاوضات في السياق الذي يعني نتحدث عنه في المنطقة وهذا التصعيد؟ لو سألتك سيد منيف فيما يتعلق بالعقوبات على برنامج إيران للصواريخ والطائرات من دون طيار لدرونز، وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على توسيع العقوبات بهذا الشأن. نذكر بأنه كان لدول الخليج موقف عندما كانت هذه الاجتماعات منعقدة في فيينا حيال مستقبل الملف النووي الإيراني. كان هناك استياء خليجي من عدم إدراج ملف الصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات المسيرة ضمن هذا الاتفاق. إلى أي حد إدراج هذه الأنظمة الصاروخية البالستية التي استخدمتها إيران في مرحلة من المراحل ضد دول المنطقة أو مصالح يعني غربية في المنطقة يعني يتماشى مع التوجه
التوجهات الخليجية في المرحلة حتى في ظل التوافق مع إيران؟ واضح الموقف الخليجي من البداية في موضوع الاتفاق النووي. كان يريد أن يتضمن 3 أبعاد: الاتفاق النووي، المشروع النووي الإيراني، وأيضا الصواريخ البالستية، ودور إيران المزعزع في المنطقة. هذا الحديث الخليجي، وكانت تطالب دول مجلس التعاون أن تكون على طاولة التفاوض لأنها هي المعنية بشكل مباشر. ويعني إذا تقارني ألمانيا عضوة في هذا التفاوض وهي بعيدة وليس من دول الدائمة العضوية، بينما دول الخليج ليس موجودة ولا في دولة موجودة على طاولة التفاوض. لكن أعتقد أنه أصبح هناك مسار جديد، وهو مسار العلاقة الثنائية. العلاقة الثنائية إذا أخذنا الاتفاق الأمني، العودة لاتفاق 10 مارس اللي حدث في بكين، عاد إلى الاتفاقية الأمنية، والاتفاقية الأمنية تنص على احترام السيادة، عدم التدخل بالشؤون الداخلية، احترام الحفاظ على المياه الإقليمية. ولكن في نفس الوقت بلا شك أنه السعودية حريصة وموقفها واضح، لا تريد أن تمتلك إيران السلاح النووي، لأن السلاح النووي بلا شك أنه يشكل خطر على المنطقة. وموقف السعودية ودول الخليج، أعتقد بعض دول الخليج واضح، إذا امتلكت إيران السلاح النووي ستمتلك السعودية السلاح النووي بلا شك. ولكن أعتقد أنه إيران الآن بلا شك أنه المفاوضات معلقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن أيضا الرياض دائما تنص على أن يكون أي اتفاق يتضمن هذه الثلاثية مهم في هذا الاتفاق. وأيضا العلاقة الثنائية تتطور، ورأينا أنه مثلا في موضوع اليمن في خفض التصعيد، وفي نوع من مشروع السلام اليمني طرحه جروندبيرغ ووافق عليه المجلس السيادي اليمني وأيضا الحوثيين. فنرى أنه في خفض التصعيد في بعض المناطق، لكن هذا لا يلغي ثلاثية المشروع النووي الإيراني، الصواريخ البالستية، دور إيران المزعزع في المنطقة. دكتور أحمد مهدي، ما هي ردود الأفعال المتوقعة في الفترة المقبلة، أو كيف ستتعامل إيران مع هذه الضغوط الغربية، بالتحديد عقوبات تقييد ملف الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية؟ أي تطور في العلاقة مع الغرب سنشهد؟ في الواقع يعني الولايات المتحدة هي أول من طرحت هذه الأمور بعد الاتفاق النووي، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق بهذه الذريعة، وهي أنه ينبغي التوصل إلى صفقة جديدة تضم هذه الصفقة ما يسمى بالتدخلات الإيرانية في المنطقة، وكأنما الولايات المتحدة هي إحدى دول المنطقة، أو الصواريخ البالستية التي في الواقع تعد من المواضيع السيادية لكل دولة لها سلاحها الردعي، وكما هو الحال بالنسبة للمملكة العربية السعودية. هذه الأمور هي من تسويقات السياسات الغربية، لا سيما الولايات المتحدة التي تريد تحجيم إيران وتقليص دورها لكي لا يكون لها أي تأثير على القضية الفلسطينية التي تعد هي قضية مركزية. هذا من جانب. من جانب آخر لا أرى أن أحدا يتكلم عن الترسانة النووية الإسرائيلية التي هي في الواقع ترسانة للعدو المشترك الأول للعالم الإسلامي، والترسانة النووية التي تضم كما قال أو كما جرت تسريبات الخبراء 300 رأس نووي بإمكانها تدمير جميع المدن الإسلامية الكبرى في العالم الإسلامي. لا أحد يتحدث عنها، وإنما يجري الحديث عن ما يسمى بالصواريخ البالستية. وبالمناسبة لولا هذه الصواريخ لما استطاعت إيران توجيه صفعة قوية للكيان الإسرائيلي الذي تجرأ واعتدى على القنصلية الإيرانية واستهدفها. فلا أعتقد أن هذه الأمور تصب في مصلحة السعودية والبلدان الخليجية أن يتم الحديث عن الصواريخ الإيرانية البالستية ولا يتم الحديث عن الترسانة النووية الإسرائيلية. هذا يعد يعني خلافا للأخوة
خلافا لمصادق الجيرة. تبقى لدي دقيقة واحدة سيد خلفان. عودة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة والغرب مع الجانب الإيراني كيف يؤثر على اقتصاد المنطقة دول الخليج إيران؟ هل سنرى تصعيد أم نتحدث عن صحيح عقوبات، ولكن ربما سيكون نوع من التساهل ربما في التعامل مع إيران أمريكيا على الأقل؟ كيف ترى ما الذي يجري؟ وجهة نظري أنه إذا طبعا صار هناك عودة العلاقات السياسية والاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وإيران، بكل تأكيد سوف يكون هناك أيضا تهدئة من الجانب الغربي، وأيضا مثل ما ذكرت أيضا في حديثي أنه المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج هي تعتبر الجسر المناسب لإيران لعودتها ل جميع المنظمات الدولية. ولذلك أنا أتوقع أنه إن شاء الله بعد هدوء قضية غزة ربما سوف تعود الأمور أفضل مما كانت. طيب ضيوفي الكرام، إذا اقتربنا من نهاية هذه الحلقة، وهنا نذكر أيضا بسؤالي الرابط، وأطلب من حضراتكم جميعا أن تعطونا إجابات مختصرة مختصر وحصيلة هذا النقاش. لو سألتك ضيفي من الرياض سيد منيف عن سؤال الحلقة الأول كان: كيف يسهم تعزيز العلاقات الإيرانية السعودية في تقليل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة، كذلك آفاق تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين؟ لو سألتك فيما يتعلق بالجانب الأول من النقاش، كيف تسهم العلاقات الإيرانية والسعودية بالتحديد في تقليل التوترات بالمنطقة؟ بلا شك، وسيكون الملف الأبرز الأول لهذا الأمر سيكون الملف اليمني، وبعدها ستنعكس على عدد من الملفات في المنطقة. ماذا عنك دكتور أحمد مهدي؟ ماذا عن ملفات الخلاف أو ملفات التقارب في الفترة المقبلة بين الجانب الخليجي والجانب الإيراني؟ على أي ملفات نركز؟ نعم، سيتم التركيز بالنسبة للملفات الاقتصادية وتمتين الأواصر فيما بينها، ومن ثم التوجه لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بمشاركة المملكة العربية السعودية وإيران، وتحجيم دور الكيان الإسرائيلي الذي يحاول أن يفرض التطبيع على البلدان العربية والإسلامية من أجل شرعنة مواقفه في هذا المجال. تستطيع المملكة العربية السعودية وإيران القيام بدور أكثر فعالية، ما في الواقع يترك تأثيرات إيجابية على القضية الفلسطينية التي تعد هي المركزية الأولى في العالم الإسلامي والعربي. سيد خلفان، تساءلنا عن آفاق تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، إلى أين تتجه البوصلة؟ أي قطاعات ما الذي سنشهد في الفترة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار بين الأمس واليوم نتحدث عن مرور أكثر من 200 يوم في الحرب في غزة، ونتابع هذه التبعات الاقتصادية والسياسية على المنطقة مستمرة؟ هو عودة العلاقات الإيرانية السعودية أكيد سوف ينصب سياسيا أول شيء، وطبعا الزملاء ذكروا عدة أمثلة. أنا أشدد أيضا على الجانب الاقتصادي، وهو عودة نمو السياحة ونمو أيضا التجارة البينية بين البلدين، وتضاعفها بأعداد كبيرة جدا وهي المأمولة، خاصة لوجود بعض المعطيات المميزة في المملكة وأيضا في إيران، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر، وأيضا صندوق الاستثمار السعودي. أنا أرى أنه سوف يركز على بعض الجوانب، والمستفيد لن تكون فقط المملكة العربية السعودية وإيران، وإنما الخليج وبعض الدول العربية. سؤال أخير بدقيقة سيد منيف من الرياض، في ظل الحديث عن استمرار حرب غزة، عدم وجود أي أفق سياسي للحل لحد الآن، هل يسمح هذا الجو، هذا التوتر الجيوسياسي في المنطقة، لتطوير العلاقات بين الدول؟ إيران لاعب أساسي، السعودية لاعب أساسي، هل يمكن وضع ملف غزة جنبا في هذه المرحلة؟
لا، ملف غزة مهم، واعتقد انه وقف اطلاق النار مهم وضروري، وهذا تسعى اليه اللجنه الوزاريه المشكله من القمه العربيه الاسلاميه، ولكن ايضا هذا لا يمنع تطوير العلاقات الثنائيه بين دول المنطقه. شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام على المشاركة معنا من الرياض. كنت معي السيد منيف عماش الحربي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. من طهران كنت معي الدكتور أحمد مهدي أستاذ الإعلام السياسي في جامعة قم الإيرانية، شكرا جزيلا لك. كان معي من دبي السيد خلفان الطوقي الكاتب المتخصص في الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك. إذا وصلنا إلى ختام حلقة الرابط لهذه الليلة، أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهى هذا الفيديو الذي كان من قناة سعودية وهي الشرق، ورأينا تحليل كيف أثرت المملكة والعلاقات السعودية الإيرانية في الحرب الأخيرة، سواء بين الكيان وإيران والكيان في القطاع غزة. إيران كانت دائما تستشير المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لم تتدخل في إيران ولم تعطيها يعني النصيحة أو ماذا تفعل، لكن إيران بقوة المملكة العربية السعودية كدولة قوية في المنطقة، يقال حسب مصادر أنها تم إخبارها بجميع الخطوات الإيرانية في المنطقة، سواء بموعد الضربة التي كانت على الكيان، سواء بما حدث في السفارة ومن كان في الاجتماع. التغطية ما زالت مستمرة. في أمان الله، السلام عليكم.